وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح السعاده. يلا قومي دلوقتي حالا جهزي الحاجه وانا معاكي على الفيديو. هنعمل 12 قطعه جاتو او دستة جاتو مثلثات تحفه تحفه تحفه. يلا يلا بينا، وصينيه بس مدوره، وتعالي يلا. هنبدا هنا بالصلاه طبعا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدا. لو انت برضو لو انت اول مره تشوفي القناه وعجبتك اعملي اشتراك فيها وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. واللايك يا جماعه بيرفع الفيديو، ارفعوا معايا الفيديو لو سمحتوا من فضلكم. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف المقادير. ايه المقادير؟ عباره عن نص كوبايه سكر، كوبايه وربع دقيق. الدقيق ده منخول، انا داخلاه مرتين وحطاه. وانت بتحطي الدقيق في قلب الكوبايه ما تدوسيش على الدقيق بالمعلقه، لا تخليه كده خفيف خالص، يعني ايه, مفرفط كده. كوبايه وربع دقيق، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر واللهم صل على سيدنا محمد. هقول لكم على المقادير دلوقتي واقول لكم على حاجه. كان في حد قال لي انت ما بتكتبيش المقادير. معلش انا اسفه، انا والله بنسى اكتبها، وكمان ما اعرفش فين صندوق الوصف. فاللي تتبرع فيكم وتكتب لي المقادير ربنا يا رب يكرمها ويصلح حالها، اللهم امين يعني. فمعلش اختكم بقى مزنوقه يعني وكده. المهم ايه، طبعا ايه عملت بعد ما حطينا الدقيق على 3 كوبايه وربع دقيق، على معلقه صغيره بيكنج باودر، على نص كوبايه سكر، كسرت عليها 3 بيضات. لو البيض عندك كبير هتحطي 3 بيضات، البيض صغير هتحطي 4 بيضات. وحطيت عليه معلقه فانيليا، وحطيت عليه معلقه كبيره محسن جل. كده انتوا معايا كده في المقادير. المقادير يعني واحده واحده، انا قايلها لكم واحده واحده اهو. ماشي. كوبايه وربع دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه سكر، 3 بيضات كبار او 4 صغيرين، معلقه فانيليا، معلقه صغيره فانيليا، معلقه كبيره محسن جل، نص كوبايه ميه اهي. برضو التلجية مصممة تنزل طبعا، مية متلجة اهي. حطيت نص كوبايه ميه متلجه. هديها بس كده تقليبه بالكف بتاع المضرب. طبعا عندك بالعجان عندك مضرب على فكره هتشتغل حلو قوي، لان احنا عاملين كميه صغيره مش كميه كبيره. فاشتغليها بالمضرب عادي ما فيهاش اي مشكله خالص. هبدا بقى كده احطه يتضرب. مولعه الفرن على درجه حراره 170. جبت صينيه مقاس 28 اهي، بطنتها بورق الخبز. طلع معايا الخليط بعد ما الخليط يتضاعف حجمه يا جماعة، يتضاعف حجمه ويديكي اللمعة، يديكي لمعة كده، اعرفي ان الخليط ده كده زي الفل وكده. خلاص اقفلي عليه العجان. كده انتوا معايا. هبدأ هنا. نزلت الخليط كله في قلب انا هعمله طبعا كريمة. نزلته في قلب الصينية، وهبدأ بقى أبدأ أفرد فيه واحدة واحدة كده، وأظبطه كأني بالظبط شغالة في إيه يا جماعة، في صاج. بس احنا النهارده هنعملها في صينيه مدوره عشان تبقى سهله بالنسبه لك وتديكي كده شكل جميل. ومش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مقادير، يعني مقاديرها كلها بسيطه جدا عندك في قلب البيت. ماشي. سويتها دخلتها الفرن، قعدت حوالي 15 دقيقه. طبعا بختبرها بخله، يعني بعد اول 10 دقايق بختبرها كده بخله. طلعت معايا الخله نظيفه ما فيهاش اي حاجه. كده خلاص شكرا. بقفل عليها الفرن، سيبها مثلا 5 دقايق وانا فاتحه بس باب الفرن. ماشي. بعد كده بطلعها. هنا طلعتها طبعا، يا دوب سلكت بس الجناب وسبتها تهدى حاجه بسيطه. عشان ايه؟ عشان اعرف امسك الصينيه وما تتكسرش مني. خلوا بالكم ما شاء الله انا اشتغلت فيها على طول. انا ما سبتهاش تهدى، لكن احنا اي كيك بنعمله بنسيبه، المفروض نسيبه لتاني يوم يهدى. هنا بشيل الوش بالسكينه عادي، هو قابب اصلا اهو، هو باين حتى معاكم يعني. بصوا اهو قابب. فشلت الوش كله. قلبتها بس كده على وشها كمان عشان خاطر كحت شويه من الظهر ما كانش محروق ولا حاجه، انتوا كنتوا شايفينه زي الفل. بس قلت ايه، لو في حاجه ناشفه ولا حاجه لا بلاش تتشال. جبت المنشار عشان اقطعها. لقيت ما شاء الله هي مش جايه على قد المنشار، فقطعتها. جيت طلعت الترانش وقطعتها بيه عادي، ما فيش اي مشكله. قطعتها نصين يعني. برضو انا محتاره، مش عارفه اجيب دي احط دي، انا مش عارفه في ايه بالظبط مالي. المهم بعد ما ربنا بعد ما خلاص ايه حطيتها كده على بعضها والدنيا اتظبطت، لميت اللي حواليا. جبت كوبايه كريم شانتيه مليانه، وهجيب عليها حوالي معلقتين سكر. واللهم صل على سيدنا محمد. وهحط عليها كوبايه ونص ميه متلجه متلجه يا جماعه. الكريم الشانتيه اللي بستعمله ريتش المتحده، تحفه تحفه تحفه. ريتش ده رهيب يعني، اللهم بارك. ده كريم شانتيه باقي عندي، كان باقي من شغل يعني كنت بعمله. فهبدا احطه مع الكريم شانتيه التاني وهو بيتضرب. جبت هنا بورد، انا هنا عامله الصينيه 28، فجبت البورد هنا مقاس 30 كده معايا.
البورد هنا كده مقاس 30، وهبدا اعبي اعبي بقى الكريمه في كيس الحلواني. ويا جماعه في ناس بتقول لك الكيس الحلواني اللي بيستعملوه بتستعمليه عشان انت مش متمكنه ومش لا يا جماعه، المتمكنين بيستعملوا كيس الحلواني عادي لانه افضل في الشغل وبيديكي نتيجه احسن. فهو ملوش دعوه بان انت متمكنه او لسه مبتدئه. يعني انا ممكن اشتغل عادي بالسباتولا عادي وبالسكرابر عادي ومفيش اي مشكله، لكن الحاجه اللي تلاقيها سهله وتسهل عليك الشغل اعمليها. ومالكيش دعوه باللي يقول لك ده المتمكن مش متمكن، لا، الحاجه السهله اشتغلي بيها، الحاجه هتريحك طلع معاكي شغل مظبوط اشتغلي بيها. سقيت هنا الكيكه بالسيرب اللي احنا عارفينه كلنا، وبدات هنا اوزع بقى الكريمه على كيس على على الكيكه اهي. بيديكي توزيعه متساويه، بتبقى كلها كده سوا واحد، ما فيهاش حته طالعه وحته نازله. حطيت بقى هنا صوص مانجا، ونفسي بصوا بقى قلت ايه اجرب بقى البلو بيري على المانجا اشوف كده هيديني طعم عامل ازاي. عايزه اقول لكم تحفه 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 الميكس ده، يعني ما تعرفيش بقى ده مسكر على مزز على، بصوا ليه طعم غريب كده، ليه طعم رهيب والله بامانه يعني. عجبني قوي. عشان ايه قلت اجربه لينا احنا، يعني اجربه لينا احنا الاول عشان لما اجي اطلعه في شغل ابقى انا عارفه طعمه، لان اي حاجه بعملها لازم انا اجربها الاول واعرف طعمها هيبقى مقبول مستساغ الناس هتحبه الاول يعني. فالمهم جربته لقيته ما شاء الله طعمه حلو جدا جدا وهيبقى مقبول لناس كتيره ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت بقى هنا الطبقه التانية اهي وظبطتها، ما فيهاش مشكله لو على فكره حته اتكسرت منك وانت بتشيلها ما فيهاش اي مشكله، حطيها تاني بصوا ولا كانها مكسوره، هي طالعه ما شاء الله زي الفل وسليمه. هبدا برضو اسقي كده الطبقه التانية. واللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لو عجبتك القناه بقى اعملي اشتراك في القناه بقى وفعلي زر الجرس ويا جماعه ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، يا جماعه ارفعوا معايا الفيديو. المهم بعد ما سقيتها هنا بقطع بقى الايه الحروف. انا المفروض انت بقى مش عايزه انت يعني عايزه ايه ممكن تعملي حاجتين. يعني انا حبيت زي اعمل لها اطار من بره كده او ايه اغلفها من بره بالكريم، دي جديده يعني بالنسبه لي، اغلفها من بره كده بالكريم شانتيه. انت مش حابه قومي حطي على الوش كريم شانتيه واظبطيه وحطيها في التلاجة في الفريزر، وبعدين ابقي تعالي قطعي هيبقى الحروف اللي عندك بره دي ما عليهاش كريم شانتيه بس، لان هي مثلثات وانا لسه يعني ايه قلت اجرب كده وعايزين نعمل طريقه حلوه كده وشكلها شيك، فقلت لا انا كمان هغلف الجوانب بتاعتها. فغلفتها كده زي ما انتم شايفين وهتشوفوها لما اقطعها مع بعض، لما نقطعها مع بعض يبقى عامله ازاي. هنا بقى كنت برضو بشتغل بكيس الحلواني، بدأت خلصت خلاص بقى بقت حتة صغيرة اللي باقية، فمش محتاجة ان انا اعبي كيس الحلواني دي. حطيتها بالايه بالسباتولا. وبدأت هنا اوزع بقى الكريمة كويس قوي على وش الكيكة اهي. اظبط بقى هنا وش الكيكة قوي، وبعدين بالسكرابر اهو اخد بقى بصوا مرة واحدة او مرتين بصوا اهو كده مرة واحدة بكده، مش محتاجة حاجة تاني، مش محتاجة وجع قلب. الحاجة اللي تريحك اشتغلي بيها ما فيهاش اي مشكلة يعني فاهميني. بس كده بصوا ما شاء الله ايه جلستها وبقت زي الفل في ثواني بس معدودة معدودة حلوة معدودة دي في ثواني تكوني عاملاها ومجلسة. هنا برضه نعمت برضه الوش قوي وظبطته كده انتوا معايا. بعد ما نعمته وظبطته بقى اجيب السكرابر اللي هو المشرشر وهديها الشرشرة دي لان انا هنعمل جاتو، فانا عايزة الشرشرة دي كده تبان فيه. فاهميني انتوا كده اكيد فاهميني كده ومركزين معايا اهو. شرشره كده وعليها كلها وهحطها في الفريزر تجمد، انا عايزاها تبقى حجر. عارفين يعني ايه تبقى حجر؟ حطيها بقى في الفريزر ساعتين على حسب الفريزر بتاعك. هنا انا صبيت شوكولاته، انا كنت بعمل حاجات تانية فصبت لها شوكولاته فلكن دي لوحدها يعني. بصوا ما شاء الله هنا جمدت بقى بقت ايه جمدت يعني بقت خلاص ما حجر. ليه بقى حجر؟ لان انا لما اجي احط عليها الصوص دلوقتي واجي اوزعه بالسباتولا ما تاخدليش الكريمه وتمشي، او ما تاخدليش الكريمه وتقعد تروح وتيجي وتبهدل لي الدنيا تاني، لا انا عايزه الصوص هو اللي يتفرد من غير ما يبهدل لي الكريمه تحته. زي ما انتم شايفين كده، شايفين اللي بشتغل ازاي ما شاء الله اللهم بارك، ما بيطلعش حته كريمه منها على الصوص. وزعت هنا الصوص اهو تاني والاماكن الفاضيه وزعت فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأت كده كل مكان فاضي أوزع فيه.
انت بقى اي حاجه عندك اشتغلي بيها، يعني شوفي عندك، انت عندك اي صوص اشتغلي بيه، يعني حاجه مش هتقومي حالا والله باذن الله تعمليها يعني باذن الله. وجميله جدا على فكره برضو ايه. مش حابه تعمليها بصوص مثلا، ما عندكيش صوص، ممكن تسيبيها على كده، تعملي لها روزيتات وتحطي لها اي حاجه تانية عندك، يعني فهماني، عندك شوكولاتايه سيحيها وحطيها كده، سيحيها واعمليها مثلا زي الخطوط. المهم انت بتكري بقى واخترعي بقى، يعني قومي اعملي لاولادك كده دستة جاتوه جميله كده، او نص، لا دستة عشان هي صينيه على بعضها، وهي كده كده مقاديرها قليله يعني. المهم اديتها بقى كام نقطه بلو بيري كمان، صوص بلو بيري ده، وبدات اديها تشبيحه كده. بتشبيحه، انا مش بوزع، بصوا انا بس بديها التشبيحه دي عشان تديني شكل حلو للجاتوه اهو. وهنا اللهم صل على سيدنا محمد، جبت بقى هنا هقطعها بقى هجيب بقى الترانش واقطعها. بس خلوا بالكم، بصوا انا هنا عماله اركز عشان عايزه اجيب النص بالظبط، عشان دي هتتعمل مثلثات، فلازم كلها تبقى سوا واحد. انا بقى طبعا زي ما قلت لكم ان دي هطلع منها شغل، الصوص اللي انا حطيته على بعضه، البلو بيري على المانجا، انا هطلع وحبيت احطه في شغلي كده، فعايزه اعرف طعمه ايه، فقلت اجرب طعمه الاول كده لينا واشوف طعمه ايه. والله عجبني وطعمه كان جميل وطعمه حلو ومستساغ، لا هعمله واطلعه ايه في قلب الشغل بتاعي، احطه في قلب الشغل بتاعي. لان في شغل بيجي لك يقول لك انت اعملها لنا على ذوقك بقى. قطعتها هنا 4 ارباع، وكل ربع قطعته 3. وما شاء الله انتوا شايفين القطعه كبيره ازاي. بين كل ما بقطع، من كل مره بقطع فيها بغسل ببل السكرابر او بغسله بميه سخنه. زي ما انتوا شايفين، وشايفين ما شاء الله القطعه قد ايه، شايفينها كبيره على فكره ما شاء الله. وشكلها حلو قوي يعني، الجاتوه شكله حلو قوي، وهو واخد طبقه الكريمه دي من الجنب ده. بصوا ما شاء الله. هنا بقى هعمل ايه، هجيب كيس الحلواني، جبت التب اللي هو بتاع البيتي فور، واديتها بس روزيتا كده، يعني ايه روزيتات كده من الحته العريضه، واحده واحده كده اهي. واللهم صل على سيدنا محمد. يعني وممكن لو انت ما عندكيش مثلا كده اعمليها كده وحطي عليها خطوط شوكولاته، بس لو ما عندكيش الكريمه ما كفتش معاكي مش عارفه ايه، لكن الكريمه بقى كفت وكده، اعملي حاجه بقى ايه، حاجه كده جايباها من المحل، انت جايباها دلوقتي حالا من المحل. بدات هنا اوزع كمان كريسبي بني عليها كبير، كريسبي البني عشان يمشي مع لون التشبيحه، ان لون التشبيحه هنا بيديني هيدخل يعني لايق معاه، البني هنا لايق مع التشبيحه بتاعت الجاتوه. ما شاء الله اللهم بارك. قولوا لي رأيكم، تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا جدا جدا، عجبتني، طعمها كان حلو قوي، اللهم بارك. الصوصين على بعض لا ادوا طعم مختلف وجميل. انا هنا بقول لكم ما شاء الله، بصوا 12 قطعة اهي، دي دستة بالظبط، دستة كبيرة اللهم بارك. هوريها لكم دلوقتي، هنطلعها اوريها لكم دلوقتي اهي. شايفين ما شاء الله عالية ازاي وجميلة ازاي، ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، جربيه على ضمانتي وهتدعي لي، وانتي ولادك هتقولي. اشوفكم ان شاء الله على خير وسعادة وسلامة، مع السلامة.